السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين القناة. احنا النهاردة اشترينا شوية طلبات للبيت من سوق الاتنين. تعالوا نتفرج على الأسعار وقولوا لي رأيكم ايه في الأسعار. الأسعار عندنا زي عندكم ولا في اختلاف؟ حبايب قلبي، السفندي ده جبته ب9 جنيه بس عجبني. لما تحبوا تشتروا سفندي هاتوا السفندي اللي هي السفندية بيبقى لها بوز كده، تبقى مسكرة جدا، اللي هي لها بوز تبقى ميتها مسكرة. الموز حبايبي عامل 2 كيلو ب25 جنيه، يعني كيلو ب12 جنيه ونص. اما الخيار كان ب15، خدناه ب14 جنيه. الليمون بقى ده يا حبايبي ليمون قضاليا جميل جدا جدا، وبعدين سعره ايه ببلاش كده، يعني ال3 كيلو عامل 10 جنيه، الكيلو ونص ب5 جنيه. انا خليت ليا مجموعة والباقي انا وزعته على حبايبي. اما الكوسة الكيلو كان ب15، خدته ب14 جنيه. السبانخ بقى الربطة ب5 جنيه، بس الست سمحت لي فيها. الكيلو الربطة ب4 جنيه، يعني الربطة بتيجي نص كيلو بالظبط، وكمان تعدي عن نص كيلو لأنها تقيلة، وبعدين هي مش مغسولة، مش شاربة مية يعني. أما الخس ده برضو اشتريته كده علشان ممكن أعمل محشي كوسة ومعاه ورق خس، أو ممكن أعمل محشي كرنب. أنا مطلعة كيس كرنب من الفريزر حبايبي، كيس كرنب مجمد، عشان ممكن أعمل محشي كرنب وأعمل معاه سطر من ورق الخس الفريش الجميل ده. أنا بحب ورق الخس جدا جدا مع أي محشي، بيزيدوا نكهة وبيزيدوا طعامة، بيبقى طعمه خطير خطير خطير. حبايب قلبي بحبكم في الله، ويسعدني اشتراككم في القناة، واعملوا لايكات كتير عشان القناة تعلى بيكم، وعشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. حبايبي إلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام، وإلى اللقاء.